أبطال طلاب وطالبات الصف الثاني الثانوي. بنقدم النهاردة الجزء التاني من مراجعة الدين المسيحي لآخر العام 2024، الترم التاني، الترم الدراسي التاني. بفكركم قبل ما نخش في الفيديو، لو مشتركتوش تشتركوا من العلامة الحمراء اللي جنب اسم الفيديو مكتوب عليها سبسكرايب أو اشتراك، وتحاولوا تعملوا شير عشان كل أصحابكم يستفيدوا، لأن المحتوى قليل على الإنترنت أو السوشيال ميديا عموما. ولو عملتوا لايك في الاخر لما يعجبكم الفيديو متنسوش تكتبوا لي كومنت انتوا من انهي بلد وامتحانكم كان امتى. ويلا نخش بسرعة على السؤال. احنا اول حاجة اختار من بين او اكمل اختار دي في النموذج الثالث او المجموعة الثالثة. زي ما احنا متعودين هقول لكم السؤال بالاجابة على طول، فنفضل باصين للفيديو عشان مفيش وقت نختار من بين الاقواس او نكمل. يلا نقول رقم واحد: ليكن كلامكم نعم نعم ولا لا، وما زاد من ذلك فهو من الشرير. رقم اتنين: لا تقاوم الشر، بل من لطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر أيضا. رقم تلاتة: ومن سخرك ميلا واحدا فاذهب معهم اثنين. رقم أربعة: ومن سألك فأعطيه، ومن أراد أن يقترض منك فلا ترده. رقم أربعة: ومن سألك فأعطيه، ومن أراد أن يقترض منك فلا ترده. خمسة: يا من في اليوم السادس وفي الساعة السادسة سمرت على الصليب. رقم ستة: من أجل الخطية التي تجرأ عليها أبونا آدم في الفردوس مزق سك خطايانا أيها المسيح إلهنا ونجنا. المجموعة اللي جاية هتبقى أسئلة صح وغلط، وناخد مع بعض المجموعة الجاية. السؤال الأول بيقول: يجب أن أدافع عن بلادي لأن ذلك واجب ديني. لا، هو مش واجب ديني، هو واجب وطني. رقم اتنين: مصلحتي الشخصية مقدمة على مصلحة الوطن. طبعا لا، غلط. رقم تلاتة: يزول الانتماء بزوال النظام السياسي الذي ينتمي إليه. طبعا لا، الانتماء موجود لغاية ما الإنسان يموت. رقم أربعة: المحافظة على الممتلكات العامة واجب وطني. طبعا صح، وأمانة كمان يا ولاد. رقم خمسة: الشهامة والصبر في من صور الشجاعة. طبعا صح. رقم ستة: تعامل الرب يسوع مع المرأة السامرية بعنف وشدة. لا طبعا، كان منتهى الرقة عشان يقودها للتوبة. رقم سبعة: أتعامل مع الجنس الآخر في الإطار الكنسي. طبعا صح، واللي يحكمني القواعد الكنسية. ما ننساش يا ولاد قبل ما نسيب صح وغلط نقرا راس السؤال، يعني هنا بيقول لك ضع علامة صح أو غلط أمام العبارة الخاطئة. لو جابلك في آخر السؤال وقال لك مع التصحيح، خدوا بالكم بيبقى عليها تقريبا نص الدرجة. يعني ما تستهتروش انك انتوا تكتبوا صح او غلط في كراسة الإجابة، وما تكتبوش لو قالك مع التعليل او مع ذكر السبب، يعني اللي تقول عليه غلط غلط ليه. فليه دي بيبقى عليها نص الدرجة يا شباب. ما تنسوش وترجعوا تقولوا احنا حلينا صح، طب ما خدناش الدرجة ليه؟ عشان انت نسيت تحل نص الإجابة. تمام. طيب الأسئلة اللي جاية، المجموعة اللي جاية، هي اختار من بين الأقواس. هيقول رقم واحد: غموض معنى، أو يعني عدم وضوح المعنى أو عدم وضوح الانتماء يؤدي لظاهرة الاتجاهات الفكرية المتطرفة والجماعات المتعصبة. طبعا عدم الانتماء بيؤدي لأن الإنسان مش بيكون باقي على حاجة زي ما بنقول يعني. رقم اتنين: الانتماء الحقيقي للوطن ورفض جميع ضرائب باهظة من المصريين. يعني هل لما احنا ننتمي، مين اللي انتمى للوطن ورفض جمع الضرائب الباهظة من المصريين؟ كان منتمي للوطن. طبعا هو جرجس الجوهري اللي كان في عصر المعلم إبراهيم الجوهري. رقم تلاتة: فضيلة نقط تعالج الخوف وتعطي حكمة وصبر وتحمل وتواضع. طيب احنا لسه قايلينها في اكمل اللي هي الشجاعة. بعد كده المجموعة التانية أو النوعية التانية من الأسئلة: ضع على عمود الرقم من العمود ألف، من العمود ب ما يناسبه في العمود ألف. بيقول لك تعني ايه هي اللي تعني نظام سياسي واجتماعي فيه الشعب يحكم نفسه والشعب مصدر السيادة والسلطة. طبعا دي الديمقراطية. رقم اتنين، النقطة التانية: من أهم دعائم قيام واستمرار ونمو الأوطان ايه هي؟ طبعا الانتماء.
النقطة اللي بعد كده تعني ضرورة التعاون والتماسك بين أفراد المجتمع الواحد. ايه هي؟ الشركة. بعد كده هسيبكم لحظات تقروا بس المقارنة دي، مقارنة ما بين الكنيسة ماشي وايه هي رموزها، او اهم رموز الكنيسة، او اهم التشبيهات للكنيسة. تمام. هسيبكم 3 دقايق او 3 دقايق كتير يا شباب، هسيبكم شوية صغيرين خالص تقروها ونخش على مجموعة الاسئلة اللي بعدها. هنا بيقول ما المقصود بكل من وداعة أو شجاعة وأمانة. الوداعة هي من أهم الفضائل التي تعلمناها من الرب يسوع، وتعني الهدوء، الوقار، اللطف، البعد عن الغضب والكراهية، وهي ثمرة من ثمار الروح القدس، وتجعل الإنسان حليما وحكيما مع من حوله. طب معروف الشجاعة ايه أو مفهوم الشجاعة؟ فضيلة تقوي إرادة المؤمن لكي يضبط انفعالاته، وهي كمان فضيلة الشجاعة تعالج الخوف وتعطي حكمة وصبر. أما فضيلة الأمانة فهي تعرفها فضيلة سامية تحمل عدة معاني، فهي تعني الإخلاص والوفاء في كل عطية أو في كل عطايا الله، سواء عطايا مادية أو روحية، ويجب حفظها واستعادتها وفقا لإرادة الله. والأمانة وصية إلهية ملزمة. كن أمينا إلى الموت إيه فسأعطيك إكليل الحياة. يبقى هنا عرفنا يا ولاد تعريف الوداع، تعريف الشجاعة، تعريف الأمانة. لازم هيجيلك منهم واحدة يقولك ما المقصود بالآتي، لازم هيجيلك منها واحدة على الأقل إن ما جاش التلاتة مع بعض. ولو في تعريفات تاني هنقولها في الجزء الجاي عشان ما نطولش عليكم. طب تعالوا كده ناخد الأسئلة الجاية أو مجموعة الأسئلة اللي جاية. هنرجع تاني لإكمل، وهقول برضو السؤال بالإجابة على طول. أنا صرخت إلى الرب والرب سمعني. برافو، أنا سامعة ناس بتجاوب معايا. اللهم استجب صلاتي ولا ترفض طلبتي. رقم 2، التفت إلي واسمعني عشية وباكر ووقت الظهر، كلامي أقول فيسمع صوتي ويخلص نفسي بسلام. رقم 3، يا ربي يسوع المسيح إلهنا الذي سمرت على الصليب في الساعة السادسة. رقم 4، وقتلت الخطية بالخشبة وأحييت الميت بموتك الذي خلقته بيديك. رقم 5، الذي مات بالخطية اقتل أوجاعنا بآلامك الشافية المحيية وبالمسامير التي سمرت بها. رقم 6، انقذ عقولنا من طياشة الأعمال الهيولية والشهوات العالمية إلى تذكار أحكامك السمائية كرأفتك. طيب هناخد مجموعة الأسئلة اللي جاية برضو وهتكون غالبا صح وغلط. تعالوا نشوفها. وهناخد مجموعة صح وغلط. رقم 1، يصنع الولاء انتماء حقيقي للوطن. طبعا غلط، لأن الانتماء هو اللي بيصنع الولاء. خدوا بالكم يا ولاد. الأمانة وصية إلهية ولكنها غير ملزمة. لا غلط طبعا، لأن احنا لسه قايلين كن آمينا إلى الموت فسأعطيك إكليل الحياة. هنا الكن يعني هتعمل، دي ملزمة. رقم 3، الخصوصية من سمات
نضج الإنسان. لا هي غلط، هو دايما الإنسان عنده خصوصية. ماشي يا ولاد. بعد صعود السيد المسيح أصبحت السيدة العذراء مريم قائدة للتلاميذ أثناء الخدمة. لا هي العذراء قعدت في بيت يوحنا مع يوحنا الحبيب، بس ما كانتش قائد، هي كانوا بياخدوا منها البركة، وفضلت عايشة في رعاية يوحنا الحبيب، زي ما السيد المسيح على الصليب قال له هوذا أمك، وقال لها هوذا ابنك. رقم 5، التعامل مع الجنس الآخر يدفع إلى الخطيئة؟ لا طبعا، عادي، ممكن الإنسان يتعامل بأخوة ويكون الجنس الآخر أخ ليه، والتعامل يكون في نطاق وفي حدود القواعد والتعليم المسيحي. طيب ختان الإناث يساعد الفتاة على حياة العفة والطهارة؟ لا غلط جدا، والكنيسة نفسها حرمت الحكاية دي، وده مش قانوني، لا قانوني ولا ديني في أي دين من الأديان السماوية. هناخد من سمات وسائل الإعلام ايه، او من سلبيات، سوري يا ولاد انا اسف، من سلبيات وسائل الاعلام: بتسبب العزلة، بتسبب زيادة الوزن، بتسبب ضعف في البصر، بتسبب الادمان الكمبيوتري، وبتسبب استوقاف الوقت، بتضيع الوقت. طبعا كل ما سبق. البيئة ملك الله، ماشي، وممنوحة ليه مين وله سلطان عليها؟ طبعا الانسان، ربنا قال له تسلط على كل هذا. كان يقوم بعملية الختان في العهد القديم مين؟ رب البيت ولا أحد العبرانيين ولا تقوم الأم؟ طبعا كل ما سبق. بعد كده اختار من العمود ألف ما يناسبه من العمود ب. من القائل لتكن أذناك مصغيتين وعيناك مفتوحتين لتسمع صلاة عبدك؟ ده مين ده؟ طبعا ده نحمية. طيب من القائل من يكتم خطاياه لا ينجح ومن يقر بها ويتركها يرحم؟ مين؟ طبعا ده سليمان الحكيم. رقم 3 أو النقطة الثالثة: من القائل يا أولادي لا نحب بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق؟ طبعا ده يوحنا الحبيب اللي كانت أغلب رسايله وكانت عن المحبة. طب ناخد المجموعة اللي جاية. هتبقى قارن بين الولاء والانتماء. هنقول الانتماء هو للوطن ولتاريخ بأكمله، ويتسم بالاستمرار، وقائم على الحرية، ويتضمن ولاء الحقيقي. طب تعالوا نقارن نقطتين مع بعض بالنسبة للانتماء والولاء. الانتماء للوطن، والولاء لفترة أو لنظام سياسي. طب الانتماء لتاريخ بأكمله، الولاء لفترة قصيرة. الانتماء يتسم بالاستمرار، الولاء يتسم بالزوال. الانتماء قائم على الحرية، الولاء به شيء من الاستبداد. الانتماء يتضمن ولاء حقيقي، لكن الولاء لا يتضمن انتماء. طيب رقم السؤال اللي بعده بيقول عين أو أذكر أقوال السيد المسيح ردا على ما قيل للقدماء. هنقول قول السيد المسيح قال: وأما أنا فأقول لكم إن كل من ينظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زن بها في قلب. ماشي، ده اللي في العهد القديم. طيب قول السيد المسيح ليه: وأما أنا فأقول لكم لا تقاوموا الشر، بل من لطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر أيضا. يعني ربنا عايز سمعته في القديم قيل، ماشي، والآن أقول لكم. يعني مثلا يقول عين بعين وسن بسن والبدي، ده في العهد سمعت أنه قيل لكم عين بعين وسن بسن والبدي أصغر. أما أنا فأقول لكم من ضربك على خدك الأيمن فحول له الآخر أيضا. طيب بص يا ولاد، دي مقارنة، ماشي، ما بين الصلاة وما بين التأمل أو والتوبة. ماشي، صلاة وتأمل والتوبة. هسيبكم شوية برضو زي ما عملنا في الجزء الأول وراجعوهم عقبال ما ايه نجيب الجزئية اللي بعدها. وما تنسوش وانتوا بتراجعوهم دوسوا على اشتراك، ماشي، عشان ينتشر الفيديو، وشيروه لاصحابكم زي ما اتفقنا. ولو عجبكم اعملوا لايك واكتبوا لي كومنت تحت، قولوا لي انتوا منين هي بلد زي ما احنا متعودين. اي اسئله عندكم اكتبوها في الكومنتات وانا هرد عليها وهجاوبكم على طول زي ما احنا بنعمل. ماشي، يلا سيبكم على خير. راجعوا لده وشغلوا الفيديو تاني لو عندكم امتحان عشان تراجعوه تاني،
واستنوني في الجزء الثالث اللي جاي، وقولي هل شفت الجزء الاول. انا هسيبه لكم في الديسكريبشن في صندوق الوصف اللينك بتاعه. كل الاجزاء اللي هتنزل هتبقى في كل جزء في الديسكريبشن اللينك بتاعه. اشوفكم على خير يا ابطال، وبنجاح والتوفيق، وشدوا حيلكم. باي باي.